السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة يوم من الأيام الباردة جدا. تعالوا كده بصوا معايا. رغم إن هو برد بس أنا نزلت أصور معاكم عشان عايز أقول لكم على حاجة، أوريكم حاجة إيه ممكن تكونوا أول مرة تشوفوها. لحظة بس معايا كده وتعالوا هوريكم. زي ما احنا شايفين كده، شايفين كمية التلج أصلا في الشوارع وفي العربيات. جو تلج فعلا. بس برضو إيه، قلت أنزل أعمل لكم فيديو. هي حاجة كده جت في دماغي، قلت ايه اوريها لكم، يا رب تعجبكم. بس ولو اول مره تشوفوها يا جماعه اعملوا لي ايه يعني، اكتبوا لي في تعليق او كده. بص يا جماعه، هنا على كل شارع كده تلاقي مرايه زي دي. على اي تقاطع بتاع شارع تلاقي مرايه زي دي كده. تعالى نمشي كده مثلا، هنطلع قدام شويه هتلاقي المرايه الجايه. بص يا جماعه، هنا في واحده كمان اهو. دي فايدتها ايه؟ اقول لكم دلوقتي فايدتها ايه. الناس اللي مش عارفه يعني، دي هقول لكم فايدتها ايه دلوقتي. وعلى اول الشارع اللي هناك ده وهنا، تعالوا اطلعكم كده. المراية دي كده يا جماعة، لما تبقى مثلا راكب عربيتك وانت طالع من شارع جانبي زي ده كده، الشارع ده الشارع ده اللي انا ماشي فيه ده اتجاه واحد، وفي قدام شارع عمومي، يعني هو بيطلعك على شارع عمومي مش الشارع الرئيسي يعني. فطبعا الشوارع هنا كلها دورانات وكلها منحنيات وكده، فانت عايز تطلع على الشارع العمومي لازم أن تبقى شايف اللي جاي واللي جاي شايفك. ما ينفعش اللي هو ايه، تطلع تحط وش عربيتك كده في نص الشارع مثلا عشان تشوف في حد جاي في الطريق ولا مفيش حد ولا الكلام ده. لا، هو يحط لك مراية وانت جاي تبقى انت شايف بقى في حد جاي ولا لا. زي ده كده، بص ده كده اهو، دخل بص على المراية مفيش حد، بص على الاتجاه بتاعه التاني عدى على طول. المهم ان افترض ان انا كده راكب عربية وعايز اخش ايه في الشارع اللي هو جايه فيه العربيات التانية دي، بخش ازاي؟ ما بخشش كده مني لنفسي، اقوم جاي ابص على المراية اهي في الوش اهي، مش عارف شايفينها ولا لا. كده بقى بتبقى كشفالي الدنيا بحالها اهو، مبينه في عربيه جايه ولا لا. كده اهي، دي كده كمان واحده اهي، بتساعد الناس هنا يا جماعه في السواقه. ما كن وهنا مثلا في حد طالع من الشارع اللي جاي ده، الشارع اللي هو هنا ده، واحد عايز يطلع، يبقى في حط له مرايه هنا عشان يشوف الشارع ده عشان يشوف الشارع دوت مفتوح ولا لا. اللي هو مثلا هو عايز يطلع من الشارع ده على الشارع العمومي اهو، يبقى ايه، مش هيشوف حاجه من البيت. عندي بيت هنا مش هيشوف منه حاجه، مش هيحط وش عربيته بره في الشارع عشان يطلع بره، لا هيبص فهو بيبص في المرايه يشوف العربيات جايه ولا لا. مفيش، يوم جاي متحرك اهو كده. تمام اهو، يمشي على الشارع اللي بعده. تعالوا برضه اوريكم حاجه اهو. الشارع اللي بعده مثلا دوت اللي دخل يمين ده، نفترض ان في حد طالع. هو اللي داخل مفيش مشكله، المشكله في اللي طالع من الشارع. نفترض بقى ان في حد طالع من الشارع دوت عايز يطلع على الشارع العمومي، يقوم جاي باصص في المرايه دي اللي هي في الجنب التاني دي، هديكوا عليها دلوقتي اهو. وهكذا بقى ماشي. يعني هو الشارع ده مثلا واحد عايز يطلع من الشارع ده على الشارع العمومي مثلا، يقوم جاي باصص في المرايه دي اهو ومعدي وتمام. المرايه ديت بقى تجيب له ايه، الشوارع العكسيه كلها. طبعا يا جماعه دي ايه، حاجه بسيطه ممكن تبقى يعني في نظر الناس ايه، حاجه تافهه وحاجه ملهاش لازمه، بس هي مهمه جدا. حاجه مهمه وحاجه ليها فايده. يعني ممكن تبقى حاجه في ناس هتشوفها ملهاش لازمه وحاجات وحاجه عبيطه، ايه المرايات دي وايه مش عارف ايه،
لا، انما هي لا طبعا. يعني لو كنت راكب عربيتي كنت هوريكم فايدتها ازاي، لان وانت راكب العربيه غير وانت ماشي على رجليك. معلش يا جماعه، انا اعذروني صوتي تعبان شويه، والله تعبان اصلا، بس نزلت اعمل لكم الفيديو ده عشان برضو اعرفكم ان في ايه حاجات هنا برضو مهما كانت بسيطه انما بتفرق كتير. ولو عايزين اكلمكم تاني على المواضيع زي دي كده، حاجات بسيطه ومختلفه، برضو اكتبوا لي في التعليقات. كنت هقع وقع جامده. شكرا، السلام عليكم.